سبق الإنذار. مع سبق الإنذار توجهه عزة إسماعيل. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. الله أكرم يا عزة، ورمضان كريم عليكي وعلى كل المصريين وكل العرب وكل المسلمين، يكونوا بخير إن شاء الله. بداية نهنئ حضرتك بحصولك على جائزة الاتحاد الإفريقي الآسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا الذهبية للتميز الصحفي عن مجمل أعمالك وتاريخك، وهي أعلى جائزة يقدمها الاتحاد، والتي سبق وأن منحها أيضا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. أشكرك يا عزة. والصحفي دايما ما بنظرش الجوائز من أي حد، تعيينا دايما في المهنة إن إحنا الجائزة اللي ناخدها من القارئ، إن القارئ يقرانا ويتابعنا. أعتقد إن دي أفضل جائزة، وأنا أحب أحصل عليها إن يكون في متابعة لما أكتبه في الأهرام يوميا. تعيين طارق نور صاحب الصيت والرؤية المبدعة في صناعة الإعلام والإعلان لسنوات طويلة، الذي جاء من قلب القطاع الخاص المصري، يعني تطور جديد ونزوع إلى الكفاءة والإتقان والمهنية. هل كان هذا التصريح من حضرتك بمثابة إنذار إلى المتحفظين على تعيينه بالإعلام؟ لا، حقيقي أنا سعدت جدا بهذا التعيين، لأني كنت شايف ان المؤسسة ديت بتشتغل بطريقة مش احترافية في فترة طويلة، وكانت بتختار قيادات خارج المسار الإعلامي، ففرحت ان هم ينزعوا الى اصحاب الخبرات القديمة. لا اكثر ولا اقل. تحية لابداع مهني في عالم الاعلام. نحن نريد ان نشجع المحترفين والمبدعين للعمل والتواجد على هذه الساحة، لان الابداع واصل الخبرة القديمة هي الطريق الوحيد الى ان مهنة الاعلام تعود الى صيتها في الشارع المصري والعربي. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السرايا، تحذير حضرتك إلى جماعة الدول العربية والدول العربية ألا يتركوا طائفة الموحدين الدروز في مواجهة المشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى سلخها من عقيدتها وتاريخها، وهو عبث بوحدة سوريا ولبنان معا. هل هو إنذار بالخوف بالتهديد بإقامة دولة درزية في سوريا ولبنان، وخاصة بأنه حلم إسرائيلي ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد؟ كنا زمان بنخاف نقول في دولة درزية ودولة كردية ودولة علوية ودولة شيعية ودولة سنية. النهاردة بقينا خايفين تماما أكتر ان يبقى في اسرائيل هي حامية دولة الاقليات. احنا بنطالب ان في دولة عادلة قوية لكل محتويات ابنائها، وليست دولة طائفية. نريد ان منطقة الشام اللي بتقسم الان على اساس طائفي ان تعود الى وضعها الطبيعي، دولة سوريا تحتضن كل الطوائف. يعني امام الخلافات الطائفية اللي موجودة في الشام الان في سوريا، وفي تخوف من الطبقة الحاكمة جماعة النصرة اللي هيتجه كل الأقليات الصغيرة إلى أنها تحاول تبحث عن دولة حامية، والخوف تماما أن إسرائيل بتعرض نفسها أنها المحامي وأنها الجيش المعبر عن الأقليات في المنطقة العربية. ده خوف كبير في المنطقة العربية. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السرايا، عقب القمة العربية الأخيرة صرحت قائلا: أقول لكل الأطراف يجب أن تخافوا ويعتريكم الحذر، لاحظوا كل الأطراف وتحسسوا مواضع أقدامكم وتكلموا طبقا لقدراتكم، واحذروا العقد ينفرط الذي لمت مصر الكثير من حباته في الحرب الأخيرة بشق الأنفاس، وفعلت ما يمكن فعله ولن تستطيع بعد الآن أن تكرر ذلك. وهذا ليس تحذيرا، إنما قراءة فقط لأصحاب العقول ومن يقرؤون ما بين السطور. هذا التصريح من حضرتك هل تصفه بأنه إنذار أم مجرد تحذير؟ هو لا إنذار ولا تحذير، هو قراءة. أنا شايف أن مصر استطاعت تقدم مشروع كبير لإعادة تعمير قطاع غزة، والمشروع ده استطاع يأتي بعد
أحداث متتالية أهمها وقف الهجرة ومساعدة الفلسطينيين على أرضهم. إذا لم يفهم الفلسطينيين معنى الوحدة بعد ذلك لن تستطيع مصر أن تفعل شيئا أكثر مما فعل. الحرب اللي في 17 شهر الماضي كانت أصعب شيء على الشعب الفلسطيني، وتعادل بما حدث سنة 48 من التهجير. كانت المعاناة للغزاويين والفلسطينيين يعني أكثر من فظيعة، تصل وترقى إلى الإبادة الجماعية. ما حدث بشق الأنفس وأنا كتبته إن إحنا نوقف هذا الوضع ونحمل الفلسطينيين على أرضهم. العملية القادمة محتاجة مساعدة العرب والفلسطينيين حتى يستقروا على أرضهم، وحتى يكون هناك أفق سياسي مشروع للشعب الفلسطيني. الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة السرايا، ما الإنذار الذي توجهه لابن حضرتك والذي يعمل مذيعا في إحدى القنوات الإخبارية الخليجية الآن، وما الذي تطلب منه أن يراعيه في عمله؟ أنا طالب بالإتقان في المهنة وبالإبداع وبالتغيير وبالسرعة وبالجودة. الإعلام بيتغير والمستهلك بيتغير، وإحنا لازم نتكيف معاه، سواء كان في الصحافة المكتوبة أو المقروءة أو المسموعة أو في كل الأدوات. السرعة أصبحت ضرورة، والعمق أصبح أساسي، ودراسة المحتوى والتكيف مع المتغيرات اللي بيشاهدها الإعلام. الإعلام بقى واسع وكتير، والمنتجات كتيرة، والمستهلك عنده اختيارات كتير، بمعنى إنه عليه يقدم جديد وما يستناش، لأنه كل واحد النهاردة من المستهلكين أو اللي بيستهلك الإعلام بقى صحفي وإعلامي وبيبحث وبيدور، والمنتجات كتيرة. فلو ما كنتش هتتميز وتتفوق وتبدع، المستهلك هيبعد بعيد عنك ويذهب، وما تلاقيش نفسك موجود في السوق الإعلامي. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام سابقا، شكرا جزيلا لك. دائما سعداء بوجودك معنا، وكل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم يا فندم. أنا كنت سعيد معاكي، وتحياتي ليكي وللبرنامج العام ولكل الإذاعة المصرية. مع سبق الإنذار. مع سبق الإنذار وجهت عزة إسماعيل.